صباح الخير، احلى حبايبي واحلى صحابي واحلى معلقيني. ازيكم يا جماعه؟ شكرا لكل اللي علقولي بالكلام الحلو اللي زيهم. شكرا لكل ناس الجميله، بشكركم من كل قلبي يا جماعه. طبعا انا ديت الطاقيه دي بقول لكم الطاقيه الاول. لا، الكوفيه ديت انا عملتها اهي بحرف الفي اهي. ده الليجو يا ولاد، ده الليجو اللي هاند ميد. هاند ميد غالي والله، مش عارفة ليه كده. اهو بصوا انا عملتها طويلة حوالي مترين وحاجة. اهو بصوا الجمال بتاعها، ايه رأيكم؟ انا اللي بقول لكم الجمال، انتوا اللي تقولوا لي الجمال. اهو بحرف الفي. بصوا شوفوا طويلة عاملة ازاي. انا بحب بقى الكوفيات الطويلة ليه يا ولاد؟ بحبها عشان بحب نلفها كام مرة على رقبتنا في الشتاء. يعني هي بتبقى جميلة قوي في الشتاء كده. انا عملتها حوالي اكتر من مترين. اهو بصوا بقى الخيط ده جميل ازاي. مديكي درجة اولى، درجة تانية، درجة تالتة. بصوا كله، بصوا في منتهى اللبنيات دوت اداكي في الاخر بترولي. ما هو برضو ايه يعني، اهو بترولي اهو، لبني غامق شوية، لبني فاتح. بصوا التلاتة لايقين على بعض في منتهى الجمال. دي طبعا يا جماعة انا عملتها بغرزة الفي. انتوا لو خدتوا بالكم منها كده، الفي او سبعة، هي اسمها لا الفي لا سبعة. فاهميني؟ في منتهى الجمال. الغرزة دي حلوة جدا جدا جدا. وطبعا انا قبل كده شرحت الشراشيب دي كلها، شرحتها كلها. بصي بقى، انا في ناس تقعد تقول لي انا عايزة كوفية عريضة قوي، وفي ناس تقول لي انا عايزة كوفية كنزة، وفي ناس يا جماعة اعملوا السلاسل واللي انت عايزاه في السلاسل اعمليها. ما مش واحدة تقول لك اعملي 23 تقلدي، واحدة تقول لك اعملي 22 تقلدي. لا، في السلاسل ديت العرض اللي انت عايزاه مش مشكلة. احنا بنحير نفسنا ليه؟ انت لاقياها كده حلوه ليكي اعمليها كده. لقيتي ان انت تعرضي شويه عنها، عرضي شويه. عايزه تعرضيها اكتر من كده وتتنيها مرتين، اعملي كده. كمنظر اعملي كده. بس برضو في ناس تقعد تقول لي لا 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 دي كنزه قوي، لا واحده تقول لي ده عريضه. براحتكم يا جماعه، السلسله دي في ايدينا احنا. والله السلسله في ايدينا. انت بتدخلي على فيديو تقول لك 23 تعملي 23، تقول لك 20 تعملي 20، تقول لك ما براحتك في السلاسل. فاهميني؟ طبعا دوت يا جماعه انا عملتها بدايه من تحت عرض، عملتها عرض، غير لما بعملها طول. عشان انا بوريكم برضو اللي هي الايه، الكوفيات اللي هي عرض وطول. ديت عرض. لما بعمل الطول بقعد اوريكم ان انا عامله سلسله طويله. فاهميني؟ خدوا بالكم برضو من الحته دي. ادي اهيت. وطبعا برضو اللوجو بتاعنا ده يا جماعه برضو بيدي شكل ايه للكوفيه، انها قيمه، بيعرف الانسان. والله انت عارفه لازم نجيب الليجو ده في منتهى الجمال، بيديكي كده شكل جميل، ومكتوب عليه الاسم بتاع شغلنا، ومكتوب عليه الهاند ميت، ومكتوب الحاجات دي كلها. خلاص اخش على الطاقية. طب بقول لكم بقى الشراشيب برضو، معلش انا عملتها قبل كده، بس ناس قالوا لي الشراشيب دي بتتعمل ازاي. احنا الشراشيب قلنا يا جماعة ممكن لو عندك أجندة، يعني او كراسه، او كراسه، اقعدي لفي عليها لفي عليها لفي عليها. بعد كده بتقصي بالمقص من الجنب الاولاني، ومن الناحيه التانيه بتقصي الناحيه التانيه. بنعمل ايه؟ بتجيبوا بتقصوهم، بعد ما بتقصوهم بتعملوهم اتنين على بعض، ونبدأ نعمل الكوفية بتاعتنا ديت. شوف انا كنت عاملة ديت من كام؟ 4. يعني انا عامله 4 وعملتهم بالنص كده، ورحت جايبه الابره مدخلاهم من اسهل ما يمكن. انا شرحتها، والله شرحت لكم الشراشيب لوحدي مره. وبرضو بقول لحبيبتي اللي بعتت لي برضو سالتني على الخاص، ان انا بقول لها ان شاء الله هعمل معاكي تاني الشراشيب، ولا تزعلي مني.
هي عمالة تقول لي لا لا صعبة، هي مش صعبة ولا حاجة، ده من أسهل ما يمكن الشراشيب. أهو أدي المنظر بتاعها. ممكن بقى انت وفقي بقى لما نيجي نقص، ممكن أنا حبيت إن أنا أعمل الشراشيب بلون واحد، لا انت بقى وفقي، هاتي فتلة من دي مع فتلة من دي مع فتلة من دي، واعملي ايه كوكتيل فتل، يعني اعملي كوكتيل ان انت ايه الوانات. انما انا حبيت الصراحه ان اخلي اللون الغامق هو اللي ايه يعمل عليه الشغل بتاعي. ماشي يا حبايبي. طيب عملت معاها ايه بقى؟ عملت معاها الطاقية الكبيرة دي. خلاص. بصوا كده بقى معايا، رحت جايبة بقى ايه بقية البقر اللي انا كنت جايباه. لا انا حبيت بقى ان انا اعمل الطاقية باللون الغامق لوحده. انا قلت كده، يعني انا مش انا اللي عملتها كده بالعنية، ان انا عايزاها اللون الغامق، اللون الغامق بتاعنا. خدت اغمق لون عملته فيه. ليه؟ عشان دوت فيه فاتح وغامق وفاتح في غامق شوية في غامق. لا قلت بقى عشان كده يبقى الطقم اشيك. انتوا لو تحسوا كده الطقم اشيك. طبعا انا عملتها بايه؟ بعمود بلفة ما فيهاش اي حاجة، عمود بلفة. اهو انتوا لو خدتوا بالكم من الغرزة اهي، عمود بلفة. ما عملتش بقى حرف الفي، انا ممكن كنت اعمل زي الكوفية، لا عشان تدفي شوية حرف الفي مفتح شوية. ديت عشان ايه؟ طبعا بتحطيها على الراس تدفي لك راسك شوية. وعملت من تحت، جيت القمر بتاعنا، في ناس يعملوا بنص عمود، اعملي بنص عمود، انا عملت بغرزة الحشو، عملت القمر بتاعي بغرزة الحشو. طبعا على قد ما تقدري كبري في القمر، اللي برضو القمر ده بيدي شكل جميل جدا. كل ما بتكبري في القمر بيهدل معاكي اكتر. فاهميني؟ اهو ادي الوش وادي الظهر اهي. طبعا طبعا ديت الكوره دي يا جماعه انا ممكن اعملها معاكم، انا ممكن اعملها معاكم سهله جدا لو انت عملتيها بقى بالخيط، بالخيط. بس انا الصراحه مش عارفه، بحس ان الكوفيات الكور الشعر دي اللي انت بتشتريها من بره اقيم، مش عارفه ليه، يعني انا بحبها كده. فاهميني؟ اهو ايه المنظر اهوت قدامكم اهو، ايه رايكم فيه؟ اهو برضو الكوفية معاها اهو. ده طقم كامل في منتهى الجمال والشياكة والأناقة للناس الأنيقة. وطبعا كلنا الحمد لله كلكم أنقة اهوت. فاهميني؟ اهو اهو. ايه رأيكم في المنظر دوت؟ ان شاء الله يا جماعة اي حد بيبعت لي تعليق، بيبعت لي تعليق والله برد عليه وبقول لكم باسهل ما يمكن بنعمل ايه. يا جماعة ما تستنوش اللي بيقول لنا اعملوا سلسلة كذا واعملوا حاجات من دي كذا. انت لقيتي اللي انت مرتاحة لها في العرض اعمليها واطلعي، ما فيهاش اي حاجة، ده حرف الفي. فاهميني؟ برضو بقى قبل كده عملت لكم طاقية الحرف الفي، بس انا عملتها في سادة. ديت انا عملتها المرة دي في خيط الجنجان. فانا كل ما بعمل حاجة بحب اوريها لكم. طبعا انا بحب فيديو اتكلم فيه افهم كل حاجة، وفيديو طبعا بشتغل معاكم الغرزة. بس حرف انا الفي ديت عملتها قبل كده، عشان كده لما عملت الكوفية ديت بالجنجان فقلت ان انا اوريها لكم. فاهميني؟ وان شاء الله باذن الله يا جماعه برضو بعيد تاني فيديو تاني. اللي مش عارف يسوق يا جماعه التسويق، انا عن نفسي والله ما بعرف اسوق، يعني انا بعمل حاجاتي وبركنها. الصراحة أنا بركنها عندي زي بقى ما ربنا يوفقني. أنا مدرسة محو أمية، ساعات يقولوا لنا في معرض، ساعات يقولوا لنا في حاجة، فبتبقى الحاجة عندي لغاية ايه ما يطلبوني. فاهميني؟ بس بقى انا دوت اللي انا كنت عايزة اقوله لكم في الفيديو بتاعي. وطبعا انا عملت برضو الطاقية قبل كده للبيبيهات المواليد برضو بغرزة العمود، وعملت للكبار شوية برضو بغرزة العمود.
وانا ان شاء الله عايزه بقى المره الجايه اعمل لكم اعمل لكم كوره باذن الله بالخيط نفسه، بالخيط نفسه، من اسهل ما يمكن. هوريكم خطوه خطوه وبنركبها ازاي، برضو بنركبها ازاي من اسهل ما يمكن. خلي بالكم هنا بتبقى في فتحه في الطاقيه، بتبقى فاتحة في الطاقية، بتجيبي الكورة بتلضميها في الإبرة بتدخليها وتروحي ربطها من جوه كده. عايزة أوريها لكم أهي، بصوا أهو، ديت أصلا ليها هي علقة، اللي هي الكورة اللي أنا شارياها دي ليها علقة، التانيين بتبقى ليها فتل، بتبقى ليها فتل. تروحوا رابطينها عادي، عندك فتلتين بتروحي رابطهم جامد وتعملي عليها عشان تثبيت ليها. يعني من اسهل ما يمكن شغل الكروشيه. نفسي بقى اديكوا التركوه. ناس كتير كل ما جد التركوه يقولوا لي خليكي في الكروشيه، كل ما جد التركوه يقولوا لي خليكي في الكروشيه. فانا يا جماعه تحت امركم في اي حاجه. وطبعا انا كل تعليقاتكم على راسي من فوق، بس عايزاكم برضو تشاركوني، شاركوني في الواناتي، شاركوني في حاجاتي، قولي لي حلوه قولوا لي وحشه، ما بزعلش ما بزعلش. احنا كلنا رأينا واحد، يعني ايه، كلنا بنكمل بعض في الآراء. فاهمين يا جماعة؟ برضو نفسي ان شاء الله مستنية التعليقات بتاعتكم الحلوة، ومستنية اللي التعليقات. في ناس بيقولوا لي تعليقات كده جميلة زيهم. يعني يا جماعة والله بشكركم على راسي، على راسي كلكم يا جماعة. التوفيق دوت بتاع ربنا وبتشجيعكم برضو، يعني احنا لما بنشجع بعضينا نعمة من ربنا. يعني انا برضو بخش الفيديوهات اخواتي اقعد اقول لهم ده حلو ده وحش. فشكرا ليكم وشكرا لاستماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.